هو انا جعان؟ لا انا عايز انام، عندي شغل الصبح. يوه، وانا اصلا بروح الشغل ليه؟ هو الحل في سندوتش جبنه، بس احنا قلنا في دايت بقى، مفيش اكل بالليل. هو ايه الصوت ده فر؟ ده صرصار. ايه ده؟ هو الصرصار ده اتخلق ليه اصلا؟ ما تقوم تنام يا ابني واعرف ايه اللي وراك. هيفرق معاك ايه لما تعرف الصرصار اتخلق ليه؟ مش لما تعرف انت موجود هنا ليه اصلا. صحيح، هو انا هنا ليه؟ انت هتستلموني بقى. انا اي ماكل. انا عارف ان المشهد ده مش غريب عليك، وواثق انك بتعيشه كل يوم. والله امبارح الساعة 3 الفجر خلصت معايا بحلة محشي طرش. عارف من غير ما تحلف. طب بقول لك ايه، ما تسيب القلق وابدا الحياه صح. ده حتى عمده راح اشترى كتاب للقلق، ولما سالته فرق معاك قال لي لا لسه قلقان. عارفين عماد ده عنده اوفر سين، ادعوا له يا جماعه ربنا يشفيه. طب وانتوا ايه رايكم؟ هو احنا ليه اصلا بنفكر زياده قوي كده؟ وليه التفكير موقف حياتنا؟ هو ليه الناس اللي عندها اوفر سينج ما بتعرفش تنجز حاجه في حياتها؟ طب انا اقول لك، اول حاجه تبطل تنبؤات، اصل انت مش تعلم الغيب، احنا نكفر ولا ايه؟ كل اللي في ايدك اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي، وبعدين فكك من التفكير في ال20 سنه اللي جايين، خلينا نستمتع بدلوقتي. واخد لي بالك يا عماد، اقبل نفسك دلوقتي زي ما هي، بضعفها وفشلها، عشان تعرف ايه نقط ضعفك وتعالجها. ودي تالت حاجه، واجه خوفك لو خايف من موقف فشلت فيه زمان ودماغك سحلاك في الماضي لحد دلوقتي. اقف قدامه وقول ده عدى وانا اتعلمت منه. ولو خايف من محاوله جديده، انت جايز تكسب وتبقى احسن من كل اللي عدوا. واخد لي بالك يا عماد. واخيرا لازم توقف حوار السعي للكمال ده، كمال لوحده ولا نسيت؟ واخد لي بالك يا عمده. يا عم تفكك مني بقى يا عم، خلاص انا ماشي. يعني من الاخر دور على الايجابيات، وخليك مقدر كل الحاجات الايجابيه اللي في ايدك. خد بالاسباب يا صاحبي وكمل في طريقك. المهم انك تخش تنام دلوقتي عشان وراك حاجات كتير قوي لازم تنجزها. احنا مش بتستنى يا صديقي، اديك شفت عمده. ما تنساش تعمل سبسكرايب وكومنت وشير وتقول لنا رايك في الحلقه ايه. سلام.